سبحان الله، كيف يعقل أن نقول للمرأة اكشفي هذا الوجه الجميل الجذاب واستري الرجل القبيحة اللي شفتها تكربه ونقول استريها، وهذا الوجه الجميل اللي كالبدر اكشفي. من يقول هذا؟ يعني هل يمكن تأتي الشريعة بهذا؟ والله لا تأتي به. أكبر استنادهم على حديث ضعيف أو على رأي ابن عباس رضي الله عنه. الحديث الضعيف أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاق شفافة فأعرض وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. أول حديث ضعيف السند وفيه انقطاع. والثاني هل يعقل أسماء بنت أبي بكر من أفضل النساء تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يرى من وراءه الجلد؟ غير معقول، فهو منكر متنا وضعيف سندا. أما ابن عباس فإنه لما فسر قوله تعالى ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان. والذين رووا عن هذا قال هذا يحتمل أنه أراد تفسير الآية قبل نزول الحجاب، وبعضهم أراد التمثيل بما لا يظهر ليشير إلى أن الوجه والكفان يجب سترهما. وعلى كل حال عندنا أحاديث كثيرة تدل على الوجوب. الشريعة حكيمة من لدن حكيم خبير.